السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. وزي ما شايفين معانا النهاردة هنعمل برجر الفراخ بتاع الشركات بطريقة موفرة، بدون لحمة وبدون فراخ وبدون اي انواع لحوم خالص. حاجة كده حلوة تحفة. هتفرحي الاولاد وتفرحي كل اللي معاكي في البيت. حاجة اقتصادية وموفرة. وزي ما انتم شايفين شكل البرجر عامل ازاي. اول حاجة تعالوا نبتدي الوصفة بتاعتنا. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اول حاجة معايا بطاطساية زي ما انتم شايفين كده. انا بقشر البطاطساية وبغسلها كويس. بعد ما بغسل البطاطساية انا بقطعها بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده انا بجيب حاجة فيها مية على البوتاجاز وبغلي فيها البطاطساية وعايزاها تتهرس بالشكل ده. بعد ما بتستوي البطاطساية بتاعتنا انا بجيبها في الشفشق علشان انا هخلط البطاطساية ديت او ههرسها مع مكونات تانية. عندي 4 حبايات من البيض، وهنضيف عليهم كمان بهارات من البرجر وبهارات من الفراخ وملح وفلفل اسمر وكبيبة صيني. بس يا ريت تزودي شوية البهارات بتاعة الفراخ والبرجر، زوديها شوية. وكمان معلقة من 4 معالق من النشا. على كل معلقة على كل بضاية بتحطي معلقة نشا، وبتحطي على كل بضاية كمان معلقة من الدقيق. تمام تمام. آه البيض ده يا بنات بيض بلدي، فانا عشان كده المعلقة ما كانتش كبيرة، كانت المعلقة تعتبر الوسط. فانت لو البيض المستورد هتجيبي المعلقة بتاعتك الكبيرة العادية، معلقة نشا ومعلقة دقيق على كل بضاية. وزي ما قلنا بتزودي البهارات بتاعتك. كل ما هتزودي البهارات بتاعة البرجر والفراخ هيديكي طعم البرجر بتاع بره بتاع الشركات بالظبط. دلوقتي احنا بنخلط المكونات بتاعتنا دي كويس جدا جدا جدا. اهم حاجة تتأكدي ان الخليط بتاعنا او البطاطس دابت نهائي، ما فيهاش ولا فتفوتة. تحسي انها بقت عاملة زي العصير او عجينة الكيك زي ما انتم شايفين كده. انا هنا الحمد لله خلصت ضرب المكونات بتاعتي او البرجر بتاعنا، فانا بفضيه في طبق. بعد كده انا بجيب كوبايه وبدهنها زيت. فياريت ما تعمليش الحركه اللي انا عملتها دي، يا اما تجيبي كوبايه ما بتلزقش لانها لزقت معايا، فياريت تجيبي كيس وتحطيه في كوبايه، او تجيبي كوبايه ما بتلزقش. هنعمله نفس معامله اللانشون بالظبط. انا بجيبه في حله بتغلي على البوتاجاز وبروح مغطياه. وهنا بعد ما استوت اخدت معايا من نص ساعه لساعه الا ربع. بسلكها كويس من الكوبايه. انا بوريك ان الكوبايه لزقت معايا ازاي. بسلكها كويس من الكوبايه، بروح مطلعاها هي وسخنه كده، وبروح حطاها في كيس واروح حطاها تاني في الكوبايه اللي انا كنت بسوي فيها البرجر. وبجيب عليها تقلة وبحطها في التلاجة من بالليل لحد تاني يوم واشتغل بيها زي ما انتم شايفين كده. هنا هنقطعها تقطيعة البرجر بالظبط. التقطيعة اللي انت عايزاها خفيفة بتعمليها خفيفة، عايزاها تخينة شوية بتخني القطعية. بصي هنا بقى وحدة البرجر بتاعتي انا كبيرة، او حجمها كبير لان الكوباية بتاعتي كانت واسعة، وجابت معايا 7 قطع من البرجر. فانت بصي بقى 4 بيضات وبلدي، وجابت معايا 7 بيضات 7 قطع من البرجر. وكمان الكوبايه بتاعتي واسعه، فلو كانت الكوبايه بتاعتك اصغر هتجيب كميه اكتر من كده. ولو كان البيض مستورد برضو كان هيجيب كميه اكتر من كده. بعد ما احنا قطعناه بالشكل ده جبت دقيق وحطيت عليه البهارات اللي انا حطيتها برجر وفراخ، وجبت عليهم معلقه من النشا علشان انا عايزه اعمل طبقه كريسبي من بره. ما احنا لازم ندلع البرجر بتاعنا، مش عشان ما فيهوش فراخ ولا لحمه ما ندلعهوش، لا هندلعه. هجيب معلقتين من الخليط دوت على جنب، وبروح ضرباه بشويه ميه زي ما انتم شايفين كده، او ضيفه له شويه ميه وبخلطه كويس او بقلبه كويس علشان يدوب. انا عايزه سمك السايل دوت اخف من الكيكه بشويه. تمام تمام. هنجيب وحده البرجر ونروح نحطها في الخليط السايل ده. وبعد ما نحطها في الخليط السايل هنروح نحطها في الدقيق بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. اللي حابة ترجعها تاني للخليط السايل وتحطها تاني في الدقيق مش هتكون وحشة، بالعكس هتكون طبقة الكريسبي بتاعها اكتر او اكبر او سميكة شوية. انا بس استكفيت بكده لان كنت مستعجلة وكنت بصور وعايزة اخلص بسرعة زي ما انتم شايفين كده. انا هخلص كل الكمية بتاعتي، بس اللي وصلت معايا لحد هنا يا قلب اختك تنزلي وتعملي لي لايك على الفيديو.
احنا في شهر مبارك، داخلين على الشهر الكريم، فياريت تدعموني وتشتركوا في قناتي علشان بإذن الله توصلكم اكتر وصفات موفرة واقتصادية بإذن الله في رمضان. شجعوني. زي ما انتم شايفين كده بإذن الله. خلاص انا مش هعمل معاكم الكمية كلها علشان مش حابة اطول عليكم الفيديو. انا هخلصهم واجيلكم على طول. هنا احنا خلصنا كل الكمية بتاعتنا. بجيب طاسة فيها زيت على البوتاجاز. اول ما الزيت بيسخن بنزل على طول بالبرجر بتاعنا وبحمره زي ما انتم شايفين كده. هو طبعا البرجر مستوي مش ني، احنا بس عايزين نقرمش الطبقة اللي بره او الطبقة الكريسبي اللي بره، احنا عايزينها بس تقرمش. هو مش هياخد معاكي بالظبط من دقيقتين لتلاتة بس، يعني تقفي جنبه. انا يا دوب اتحركت كده جنبه من جنبه عشان بصور، كنت بعمل في حاجة تانية وكنت بمسح الرخامة علشان التصوير، فلقيتها لسعت معايا شوية من تحت زي ما انتم شايفين كده. اهي لسعت. قال انا مش عايزة الا اوريها لكم المكسوفة منكم. زي ما انتم شايفين كده لسعت معايا من تحت. هنجيب الثلاث قطع التانيين. انا حمرت 4 وادي ال3 التانيين هحمرهم بالشكل ده. هنا بسم الله ما شاء الله خلصنا البرجر بتاعنا. اهي وريتكم بقى اللسعه اللي من تحت. بص بقى البرجر ماسك نفسه مش مفرتك ومتماسك وحلو جدا، والقطعيه بتاعته كبيره واسعه، يعني هتطلع كمان من الساندوتش زي ما انتم شايفين كده. بتجيبي بقى جنبه شويه بطاطس مخلل، عايزه تدلع ولادك وتجيبي لهم شويه شيبس دلعيهم. لازم ندلع ولادنا، ملناش غيرهم، ربنا يحفظهم يا رب من كل سوء. زي ما انتم شايفين كده البرجر عايزه اوريهولك طالع ازاي من الساندوتش. حاجه حلوه كده جدا. ممكن تعمليه في المدارس. حاجه تحفه واقتصاديه وموفره. والله موفره، يعني لو عملتي الكلام ده في المدرسه لولادك محدش هيصدق انه ده برجر اصلا بدون فراخ ولا لحمه. ممكن تعملي لهم سحور، يعني تعمليه في السحور. حاجه حلوه كده وتفرحيهم في السحور. يعني 4 بيضات، ما فيش 4 بيضات وبطاطسايه ايه، تعملي وليمه زي كده من 4 بيضات وبطاطسايه، تعملي لهم سندوتشات برجر زي كده. حاجه حلوه جدا. ممكن ما عندكيش غدا بتعملها لهم في الغدا. ممكن عشاء سريع، غدا سريع. حاجه حلوه كده جدا وموفره. حاجه تفرح كل اللي في البيت. ومفرحاني انا بصراحه. انا فرحت بالمنظر وفرحت بالطعم وفرحت بالشكل بتاعها. فياريت ياريت يا احلى متابعين تفرحوني وتنزلوا تعملوا لي دلوقتي لايك على الفيديو دوت. احنا عايزين الفيديو يترفع. في ناس كتيره جدا جدا غلابه ومحتاجه ان هي تاكل حاجات زي كده، فياريت ترفعي الفيديو عشان الفيديو ده يوصل لاي حد محتاج، ويوصل لاي حد عايز ياكل حاجات زي كده. وفي نهايه الفيديو انا بس